واحد يقول لك فولي طياب، وكل وحده تقول لك نعطيك الرشته على اصولها، وانا نقول لكم نعطيها لكم على طريقه ماما اللي ما كاش ابل منها، بمريقه خاطره ما راكوش حتبدلوها. الوصفه ديالنا سهله، ناخذوا حبه كبيره تاع بصل نرحوها وفي دونزين كوكوط نحطوا غرفه تاع السمن شويه تاع الزيت ونقلوا المراسم تاع الدجاج تاعي على حساب افراد العائله ديالك. نروحوا نضيفوا هذيك الحبه تاع البصل ونروحوا نرحوا حبه كبيره تاع اللفت ونخلوهم يتقلاو على اقل من مهلهم حتى تتعسل هذيك المريقه ديالنا. هنا نتبلوها ملح فلفل كحل شويه تاع القرفه ونمرقوا بما يقارب 2 لترات تاع الماء حتى 2 لترات ونص. نخلوا الدجاج تاعنا يطيب ونروحوا نجيبوا جفنه نحطوا فيها الرشته تاعنا اللي نروحوا نفتحوها نشنشفوها هكذا كما موضع عندنا الفيديو باش نحو هذوك العجاج اللي يجوا مكربزين. في يدينا نديروا مقدار مليح تاع الزيت ونروحوا نمسحوها كامل في هذيك الرشته ديالنا باش ما تلصقناش وما تعجلناش وقت نفوروها. نحطوها تفور التفويره الاولى، من بعد منها نروحوا نرجعوها للجفنه تاعنا وناخذوا من هذيك المرقه اللي طيبنا فيها الدجاج تاعنا نجربوا ندو هذاك الليدام الفوقاني، ناخذوا مقدار 2 لوش نضيفوا لهم ونص كاس تاع ما زهر ونزيدوا لهم 2 لوش تاع الماء. هادو ما كامل نفرغوهم فوق الرشته تاعنا ونجربوا نفتحوها، ما تخافوش حتشرب كامل الكميه. نرجعوا نفوروها للمره الثانيه، من بعد منها نرجعوا نفرغوها في الجفنه ونديروا لها لي مورسو تاع الزبده باش تنفتح بيان وتولي طريه، ونزيدوا نفوروها للمره الثالثه وهنا تكون الرشته تاعنا واجده. اما بالنسبه للمرق نحو هذاك الدجاج ونحطوا له مرسوات تاع الزبده نحطوهم في الفرن يتحمصوا. انا ما نحبش الدجاج نشوفه ابيض، ونحطوا الخضره تاعنا اللي هي اللفت والقرعه اللي كنا رشينا اللفت برشه تاع القرفه. وهاي ديك المريقه تاعنا خاطره من بعد ما نحيت لها الخضره مشان تسهل لنا التزيين. هذه وصفه اليوم، جربوها اكيد راح تعتمدوها.